السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده يا جماعة اسمه الخلاصة من نظام الطيبات، وهو فعلا الخلاصة لأن احنا جمعنا لك فيه كل المعلومات اللي انت محتاج تعرفها عن نظام الطيبات، وكل الممنوعات والمسموحات اللي انت محتاج تعرفها وبأدق التفاصيل. فاللي هيتفرج على الفيديو ده فعلا هيجمع معلومات قيمة عن النظام، وهيقدر يطبق النظام بارتياح لأن هيبقى عنده كل المعلومات الكافية. واللي ماشي على النظام وفي معلومة ناقصة منه أو حاجة هيقدر يحصلها من الفيديو دوت. أول حاجة الدقيق في النظام. الدقيق طبعا كل الناس أو كل الدكاترة كلها منعت الدقيق في أنظمة كتير جدا، وناس كتيرة جدا عرفت أضرار الدقيق فبدأت إن هي تبطله فعلا. الدقيق يا جماعة بيعمل مشاكل كتيرة جدا في الجسم، عشان كده دكتور ضياء منعه. واول حاجه بيعملها الدقيق وتاثيره المرضي على الجسم: زياده خطر الاصابه بامراض القلب والسكري، وزياده الدهون الثلاثيه في الدم، وارتفاع الكوليسترول، وزياده السمنه، وزياده الحموضيه في الجسم، ومشاكل في الجهاز الهضمي، ونقص المغذيات والمعادن والفيتامينات. وطبعا كل ده مش سهل يعني، فنسمع الدكتور كده. مكرونات، مخبوزات من عند العيش البلدي الشامي السوري الفينو الفرنساوي الكايزر الباتيباع، عيش الصاج البتاو، عيش الشمس، الرايس كيك، الكسكسي، الكحك والمنين والبيتي فور، الجلاش والرقاق، البيتزا والفطير، الكرواسون والباتيه، الباتون ساليه والبقسماط، كل ده ممنوع. الكوكيز، البسكتس، السان بايتس، المخبوزات زي الفلامانجو، الكوكيز اللي هو الهوهوز والتوينكيز والبسكوتات المعمول، بسكوت الشوفان، بسكوت الدايجستيف، دقيق الشوفان، عيش الشوفان، دقيق الذره، عيش الذره. خلاص كل ده ممنوع. نشد خط اللي شبه المعجنات الايطالي، مكرونه الشوفان ومكرونه القمح الكامل، اللازانيا، الكانيلوني، السمبوسك، كل دول نفس الطائفه. ونيجي هنا بقى لأضرار الصودا، وطبعا هي ممنوعة من النظام طبعا لأضرارها كثيرة. من ضمن الأضرار إن هي بتعمل سمنة مفرطة، وسبب في أمراض القلب، وسبب في الكبد الدهني، وتسوس الأسنان، ومرض السكري، وارتجاع المريء، وتهيج القولون. فطبعا أمراض مش سهلة يعني، فعشان كده دكتور ده خد القرار إن هو يمنعها من النظام لأضرارها الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. وده احنا بنتكلم بإيجاز بس في الأضرار، فكان لازم ياخد القرار ان هو يمنعها من النظام لان هي بتضر فعلا الجسم وبتعمل مشاكل كتير جدا. نسمع الدكتور. عيلة الصودا من عند الالكلاين ووتر، المياه القلوية اللي هي موجودة في البنزينة، مرورا بالسبرايت والبيبسي ابيض واسود، دايت وغير دايت، فيروز، شويبس احمر وما شابه، لحد الريد بول والستينج والهايب مشروبات الطاقة، لحد الامستل والبيرل مشروبات الشعير بتوع لو هنتكلم على أضرار الألبان، فأضرار الألبان كثيرة برضو، عشان كده دكتور ضياء منعها من النظام. الألبان بتسبب في الغازات الكثيرة، وانتفاخ البطن، وتشنجات البطن، وبتسبب في إسهال وغثيان، وبتبقى سبب في التقيؤ. ده بالنسبة للألبان. فالألبان طبعا بتبقى يعني برضو مشاكلها كتير في موضوع هضم الكاسين اللي الدكتور ده اتكلم عليه، وده بيبقى صعب في الهضم، فبيبقى بيعمل مشاكل على القولون، وبيبقى لود زيادة على المعدة. فعشان كده كان لازم ان هو يتمنع من النظام يعني بالعقل. والمعلومات دي كلها يا جماعة احنا جايبينها من الجوجل. اللي عايز يخش يتأكد من المعلومات دي هيلاقي فعلا ان الأمراض دي كلها مذكورة وموجودة في جوجل. فبرضو بالنسبة للجبنة القريش برضو ليها مشاكل كثيرة برضو، وبتبقى صعبة في الهضم أصلا. البيض برضو لو هنتكلم عليه بيبقى ليه أضرار كتير: بيرفع الكوليسترول الضار، وبيزيد فرص الإصابة بالسكري، ويسبب التسمم الغذائي، ويزيد فرص حدوث التلوث البكتيري، ويسبب الحساسية الغذائية، وبيزيد فرص الإصابة بالسرطانات. أعزكم الله. نسمع الدكتور.
اللبن ومشتقاته، كل الديري برودكتس، لبن، جبنه بيضاء، لبنه، زبادي، كريمر، 3 ان 1، 2 ان 1، الرايب والقريش. والقريش اقذر ما انجبت البشريه. لا عشان هو جايبها اقذر بتعفن في الثلاجه استاذه. الجبنه بتعفن في الثلاجه يعني بريمه لا، وفي خضار بيحصل فيها. دي لو قعدت في معدتك كتير، اللي هو ايه كتير؟ اللي هو كتير قد ايه؟ سمعت؟ لا 6 ايام وشم ريحه الجبنه القريش. فعلا بتغير 6 ايام يا مدام وشم ريحتها باظت. خلاص عيد الالباني يا باشا. البيض بكل مشتقاته، مسلوق ومقلي وشكشوكه وبيض بالبسطرمه. الخضار بقى يا جماعة كله أضرار بسبب المبيدات والنترات التي تستخدم لإطالة مدة تخزين الخضروات وإطالة مدة صلاحيتها، وهذا يؤثر سلبا على جسم الإنسان ويتسبب في الحساسية ومشكلات في الجهاز التنفسي والجهاز العصبي والغدد الصماء. طب نعمل ايه؟ ما ناكلش خضار؟ لا، دكتور ضياء لما جه يتكلم عن الخضار قال هنرتب الخضار من الأفضل والأقل ضررا إلى الأدنى يعني. فهو اتكلم على البطاطس اللي هي أفضلهم ونزل بالترتيب. ويلا نسمع الدكتور. ده كله ضرر، بس هنقسمه من الأهم للأقل. بداية البطاطس وقلاص، جذريات، بص لو هتعمله بصلصه ارحم من الخضر. لو هتعمله بالصلصه ما هو الخضر، ما هو نيله، بس احنا بنقول بقى اقل الاضرار. ما انا بكلمك الحق. انا عايز الحرقان بس هنظبطها لك، بس انا بقسمها بطاطس قلقاس. يا ستي مش حاجه اسمها قرحه، هيعمل منظار مش هيلاقي حاجه. زمان اعمل دلوقتي. لا مش هعمل. طبعا هو انت ايه العافيه يا عم؟ انت جاي بتزعق فيا. بقى ورا البطاطس والقلقاس في كوسه وباميه. نزلت درجه بقيت بتنجان، نزلت درجه بقيت فلفل اخضر، نزلت درجه بقيت قرنبيط. تمام. استيل بعرف اكل دول، بتعب شويه بس بعرف اكله. عشان تغيير شويه. الفئه الخضار الني غير المطهو والسوتيه. مفيش حاجه اسمها اكل كوسه وجزر سوتيه، ولا اكل جرجير وخس وكابوتشا وبروكلي، ولا اي حاجه نعمل صوت. ده ما يسمى بالاب. احنا ناكل الفاكهه وليس الاب. أيوة. ناكل الحب وليس النبات. خلاص. الورقيات، الجرين ليفي اللي هم مين؟ ملوخيه وسبانخ وورق عنب وورق كرنب ممنوعين. الملوخيه لو هفت عليك كلها مره في الشهرين 3 ممكن، لو هفت. تمام. الفئه الادنى في الطعام على الاطلاق البقوليات بما فيها من لاكتنز وقرف وزفت. فول، عدس، فاصوليا بيضاء، وادناهم على الاطلاق الفاصوليا البيضاء والعدس ابو جبه الاسود. ممكن اسمح بالعدس الاصفر مره واحده شوربه في الشتاء ده عشان الدفى. غير كده لا. غير كده ايه؟ غير كده لا. بارك الله فيك. كل سموم. التوست يا جماعة هو المستخدم والمسموح في نظام الطيبات بديل الخبز وبديل الدقيق، ومفيش غنى عنه في نظام الطيبات وهو الأساس. فلو عايز تحمره مفيش مشكلة، ممكن تحمره في الميكروويف مفيش مشكلة، أو لو عندك طاسة ممكن تحمره على الطاسة. وبالهنا والشفا. نسمع الدكتور. واحد اسمه توست ريتش بيك بالردة. نوع الخبز توست، اسم البراند ريتش بيك. نوع العيش بتاع ريتش بيك اللي بالردة، لانها نفسها عامله خبز تاني مدور مش عايزه. وفي بدقيق ابيض وفي بالحليب. انا عايز ده. حلو. التوست ده يا دكتور ممكن نستخدمه ازاي؟ ساعاتك استخدمته بقالك اسبوعين 20 يوم انت عارف، لكن ممكن اخده طري. ممكن احمصه شويه زيت زيتون او زبده، افرده في توستر واحط عليه زيت الزيتون واحطه 20 30 سنه لحد ما يطلع البخار بتاعه بقى بيجي طعمه زي الفطير المشلتت. بعد كده تبدا الاكل بيه. تقطعه مكعبات وتحمصه في زيت زيتون او سمنه او زبده وترميه في شوربه كريمه بالمشروم ما يضرش. تفرشيه يا مدام في صينيه لو هو بيحب البيتزا، وتحطي له عليه موتزاريلا وسلامي وبيبروني وزيتون انشوجه تونه، وتبقى له بيتزايه شغال. تفرديه هو عليه زبده صفرا لورباج وفوقيه نوتيلا، عملتيه وافل شغال. تمام. يبقى رقم 1 ووقفت عليه التوست، نوع الخبز اللي باكله. رقم 2 الرز مسموح. وطالما اتكلمت مسموحات، لا بتكلم في بورشنز كميات، لا كوانتيتي ولا تايمنج.
وقت ما تجوع حضرتك تاكل وتاكل لحد ما تشبع. خلصت نقفل بقنا ونقوم. تمام. رقم 2 في المسموحات الرز، تاكله بالشكل اللي تحبه، ابيض بني، بسمتي مصري، تايلاندي، تاكليه بخاري، تاكليه برياني، تاكله مفلفل رزايه ورزايه، تاكله بالشعريه والشعريه استثناء. كويس. ولسان العصفور بالقياس استثناء. شويه لسان عصفور في شويه شوربه مش هيضر ان شاء الله، شويه شعريه في شويه رز مش هيضر ان شاء الله. من ضمن مسموحاتنا في الرز ناكله محشي جوه محشي، بتنجان، فلفل، كوسه، محشي جوه ممبار، تمام، بسمتي بالمكسرات ما يضر. القشطة طبعا معانا في نظام الطيبات، وهي المسموحة من الألبان وما فيهاش أي مشكلة، لأن الكاسين اللي كان في اللبن مر على مراحل كتيرة جدا في التسخين، فخلاص بقى أقل ضررا. وبرضو معانا زيت الزيتون، هو الأساس، وهو يعني يعتبر يعني بص مفيش غنى عنه في النظام. لازم تجيب زيت زيتون وتستخدمه. نسمع الدكتور. الدهون، سامح، قشطه، زبده، سمنه، زيت زيتون، وافضلهم على الاطلاق زيت الزيتون. هم مستغربين من كده، قلت لهم يا ناس باشا. كويسه. افضلهم على الاطلاق زيت الزيتون، وبعديهم كل منتجات الالبان اللي قلت عليها، زبده، سمنه، قشطه. حلو. تمام. البطاطس بقى هي الأساسي في نظام الطيبات والمسموحة من الخضروات وأقل ضررا، فممكن تاكلها شيبسي وممكن تاكلها صوابع في الزيت مفيش مشكلة، ممكن تاكلها مهروسة وممكن تسلقها وتعملها صوابع وتحمرها في الزيت، فمفيش مشكلة. ونسمع الدكتور. بطاطس تاكلها سعادتك من عند البيوريه بالزبده المحمره في الزيت مش اير فراير. تاكلها محشيه، تاكلها مشويه، تاكلها برينجلز، ليز، شيبس، موافق. البطاطس واشباهها. القرع محمر في الزيت ماشي، زي البتنجان بيتحمر في الزيت ماشي. الجبنة المطبوخة كلها مسموحة في النظام ومفيش مشكلة فيها، من كوبايات ازاز وجبنة مثلثات وجبنة شيدر، وممكن تاكلها عادي في اي شكل انت عايزه. واقلها الجبنة الرومي، لان برضو بتبقى يعني صعبة في الهضم شوية، بس عادي مسموحة، بس تصنف وتجيب نوع كويس. نسمع الدكتور. بكل الجبن المطبوخه، كل ما يسيح في الميكروويف تحت درجه حراره الميكروويف موافق عليه. ادناهم الجبن الرومي، قال لهم كانت بتتعب. ذا ليست. طبعا في حاجات تانية انضف واغلى، منها مصري ومنها مستورد، زي الفلامنك، الجوده، التشيدر، كاشكابان، الامنتيل، الامستام، هي كلها ولعت في سعودي اصلا الاسعار دي. هو الفلامنك مش موجود؟ لا، ما موجوده في سعودي بس. دي يعني عادت وصلت 360 400 حاجه زي كده يعني. بس احنا ممكن نجيب المصري في كل حاجه. ممكن ناخد المثلثات، النستو، برطمانات، الكوبايات، دول ارخص شويه. تمام. حبينا ننوه تاني على الجبنة القريش نظرا لخطورتها، لان هي فعلا ليها مشاكل كتير جدا، لان دكتور قال ان هي حتى ما بتسحش على النار. لو انت جبت طاسه وحطيتها هتلاقي ان هي بتتحرق منك وما بتسيحش ولا اي حاجه. لو حطيتها في الميكروويف نفس الكلام ما بتسيحش، غير الجبن المطبوخه بتسيح، فبتبقى سهله في عمليه الهضم، مفيش منها مشاكل. جرب بنفسك، هتلاقي الجبنه القريش هتلاقيها صلبه كده ومتماسكه ما بيحصلش فيها اي حاجه، فبالك في المعده بقى بتاعت حضرتك هتبقى عامله ازاي؟ اكيد هيبقى ليها مشاكل كتير جدا يعني. نسمع الدكتور. وجباتنا سهله جدا. هتيجي تفطر، عندك رقم 1 في حياتنا كله التوست، رقم 2 بعديه بسنه ضوئيه زيت الزيتون، الجبن المطبوخه. وخلي بالك كلمه جبنه مطبوخه عشان تبقى مفهومه للناس. انا ليه قلت جبن مطبوخه والقريش لا؟ دي ساحت في الميكروويف، يعني معنى ان فيها دهون كتير وكاسين قليل، غير ان الكاسين ده اصلا دخل نار مره واثنين وثلاثه، بقى بروسيسد، اتطبخ واتعجن واتاكل قبل مره. انا لما اجي اكله يبقى ساعه. لكن القريش باخده ايه؟ قالب طوب زي ما هو، سيحها في الماء ما بتسيحش، حطها على النار ما بتستويش، هتتحرق منك وخلاص. صح؟ اللي حضرتك بتقوله صح كلامك، لان انا عملت الحاجات دي كلها وجربتها وفعلا بطبقها الاقي كلام حضرتك صح. بالنسبة للحوم كلها مسموحة في نظام الطيبات، وأفضلها طبعا على الإطلاق اللحم الضاني.
واقلها الجملي، بس يعني الجملي تستوي كويس وهتمشي، هتبقى زي الفل يعني. اهم حاجه تستوي كويس. الاسماك طبعا كلها مسموحه ما عدا سمك البوري، لان الدكتور ده قال مضر وله اضرار. الرنجة كمان معانا يا جماعة في النظام، اللي عايز ياكل رنجة مفيش مشكلة. سمك التونة برضو مسموح، وكل الأسماك مسموحة ما عدا الجمبري وما عدا السبيط، لأنهم عبارة عن مادة بلاستيكية بيبقى صعبة في الهضم. بالنسبة للفراخ يا جماعة، الفراخ ممنوعة في نظام الطيبات، محدش ياكل فراخ لأن هي لها مشاكل كتير. من ضمن أضرارها بترفع مستوى الكوليسترول في الدم، والهرمونات التي تعطى للفراخ بتسبب في أمراض الكلى والكبد وضعف المناعة، وسبب في سرطان المريء وتأثير على الغدد الصماء، وبتعمل برضو بانيك اتاك اللي هي نوبات الهلع. فعشان كده دكتور ضياء منعها من النظام وقال لا دي محظورة ولازم تقف من النظام وتمنعوها نهائيا. يعني لازم يبقى عندكم الإرادة والعزيمة. نسمع الدكتور. انواع كاتيجوري رقم واحد كلاس ايه، ولاد الناس المحترمين، فايده 80 ضرر 20. ايه ده؟ هو الاكل ليه ضرر؟ طالما ليه فضلات يبقى ليه ضرر. تمام. البنزين التامين عوادمه سودة، ال 95 عوادمه بيضة، الكهرباء ملهاش عوادم. بس انا ما عنديش اكل ملوش عوادم في الجنه بقى. اما نوصل ناكل خفايه ملهاش تكيه، يبقى انا كده ما عنديش عوادم، يبقى 100% تم استهلاكها. حضرتك الفترة الأولانية بعد قطع كلام حضرتك معلش لازم. اتفضل. الأول كان كمية رهيبة، دلوقتي يمكن مفيش. الستول قصدك البراز قليل، أهم حاجة ريحته. مفيش ريحة. الأول فضلات تدل على ماهية الطعام. فضلات الطعام تدل على ماهيته، والدليل إن الطاقة النظيفة الكهرباء ملهاش فضلات. البنزين ليه، الفحم ليه، كل واحد حسب درجته. يبقى أهم حاجة عندي في اللحوم 80 على 20، 80 فايدة 20 ضرر. الضاني والجديان والمعيز واشباههم. رقم 2 الحمام واليمام والسمان اللي بيطيروا اشباههم. رقم 3 الكبد كلها مسموح بيها، بتلو ضاني جملي كندوز موافق عليه، ما عدا الكبد وحواشي الدواجن ما بناكلهاش. الرقم 4 السمك والجملي في نفس الفئه في نفس الدرجه، يبقى أربعة مترتبين ان اوردر من فوق لتحت، بس ولاد حلال 80 20 كويس. كاتيجوري رقم 2 كندوز وبتلو، والكندوز اكل فيه السن والموزه انعم ما فيهم، والبتلو انعم ما فيهم. رقم 2 دول يتاكلوا مسلوقين ومتحمرين ويل دون، مش عايز سنان امضخهم، حاجه تسيح على طول يعني. اللي فوق ممكن اشوي منهم سواء سمك ولا ضاني ولا هشويه اكله مقلي براحتي انا حر. لكن ده لا، مسلوق ومستوي ويل دون. المربع الاخراني مربع بقى الحاجات اللي اي كلام اللي احنا فاهمين انها حاجات محترمه، الدواجن والسبيط والجمبري. الدواجن الرومي والفراخ والبط والوز، كل اللي مربيه في البيوت ده اشباه الديناصورات ما بناكلهمش. والجمبري والسبيط ليه؟ لان هم بلاستيك. ممكن اكل كابوريا لان فيها لحم، اكل استاكوزا فيها لحم، ما عنديش مشكله. كل ما هو لحم في البحر هاكله. انا جاي من بورسعيد، انا جاي امبارح. حلو قوي. مشروباتنا سهله قوي. الازازه دي قدام حضرتك في الصحراء يا استاذ محمد، اشرب دي هتسال سؤالين. في لبن؟ لا. فيها صودا؟ لا. لو فيها زيت عربيات اشرب، ما عنديش مشكله. اعرف اكل دلوقتي وجباتي قايمه على حاجتين اصليين، توست ورز، عشان ما حدش يقول لي احنا كيتو. احنا بناكل ايه؟ رز حبوب، بناكل توست حبوب، اصل اكلي. احط عليه اد اون، يعني التوست مع شويه زيت مع زعتر دقه مور ذان انف. خدت منه الفيتامينز والمعادن وكل المينرالز اللي انت عايزها، وهرموناتك اتظبطت، ونومك اتحسن، وعضلاتك اتقوت. حطيت بعديهم حته جبنه ما يضرش، شويه زيتون حلو، كيس شيبسي ماشي، حته زبده ومربى عظيم، حطيت عليها زبده وشوكولاته نوتيلا جميل. بس كل ده ما دخلتش لا فول ولا خيار ولا خس ولا الزباله. مغذي في نفس الوقت. كل ده مغذي. كل ده مغذي. الباشا اتبسط مننا. كمل. غداك رز. ده اللي ماشي عليه. رز زائد شوربه مور ذان انف. زائد خضار سيمي زائد لحمه سيمي يعني
بلس اور ماينس خضار، بلس اور ماينس لحمه. وبالنسبه للاسماك بقى حضرتك؟ الاسماك زي اللحوم يا استاذ، ما انا قلت لك اللحوم لا، والسمك. لا لا انا قلت فوق الضاني وراها، لا وراها حمام، ما انا قلت خلاص الضاني والماء وراها حمام وراها كبده وراها سمك وجملي في نفس السكه، اربعه هم دول كلهم. التونه المكاريل كله محسوب اكنه سمك، اكنه بروتين، فالبروتين بيتاكل وجبه واحده يوم يوم لا، حد اقصى 3 مرات في الاسبوع واربع ايام فري ما فيهمش لحوم. اللحمه دلوقتي 3 اكتر اكل بيتكرر عندي يا استاذ محمد هم اكلتين، التوست والجبنه والرز والشوربه. خلصت كلامي.